أنا محمد علي باشا، ولي المحروسة. كثير كلام يقولوه عني، لكن اليوم أنا سأحكي حكاية واحدة، حكاية القلعة. يوم غير حياة مصر وغير حياتي أنا. قبل أنا أجيء مصر كانت نار، فوضى، المماليك أغواتهم، بيكاتهم، كل واحد يريد كرسي. أنا جئت من ألبانيا جندي بسيط، لكن عندي عين وعندي عقل، واستطعت بذكائي أن أكون والي مصر. وشفت إن مصر ما تمشي كده، لازم يد واحدة قوية. والمماليك كانوا شوك في حلقي، كل يوم مشاكل، كل يوم خيانة. كثير نصيحة جاءت لي: يا باشا المماليك خطر، يا باشا لازم تخلص منهم. أنا كنت أقول: كيف؟ حرب، دماء كثيرة تسيل، ما أريد هذا. أنا أريد مصر تبنى مش تهدم. لكن الوضع كان صعب، لازم حل واحد أخير. في هذا الوقت جاني أمر من اسطنبول، من السلطان: لازم نجهز جيش مصر ونرسله يحارب الوهابية في الحجاز. الوهابيين كانوا سيطروا على الأماكن المقدسة، لازم نستعيدها. لكن كيف أرسل جيش وجيشي فيه مماليك؟ المماليك ما فيهم ثقة، لازم حل. والسلطان العثماني كان يعلم أن هذه فرصة المماليك، فأراد أن يضع تلك الفرص لهم ليشجعهم على الانقلاب علي. أخير لازم الجيش يكون لي أنا كله. يتشرف والي المحروسة محمد علي باشا بدعوتكم لتوديع الجيش للحجاز. اليوم المشؤوم في شهر شعبان 1811 هجري، كنت سأرسل ابني طوسون باشا للحجاز. قلت لهم: تعالوا القلعة، نأكل، نشرب، نحتفل. هم جاءوا بكل ثقة، ما يعرفوا إنهم يمشون إلى الفخ. جلست مع قادتي: يا باشوات، هذه مهمة صعبة، لازم كل شيء يمشي بالضبط. كلامي يدق بأذني إلا الآن. صالح قويش سيطلق طلقة في هواء، وهذه هي كلمة سر التي تبدأ بها الخطة. إبراهيم آغا سيغلق بعدها باب عزب. حسن باشا يستجير بجنود ألبان ويطلقون نار من أمام، جنود متربصين في جوانب يرموا من أطراف. تحت القلعة الناس كانت تتجمع، تنتظر خيرات الاحتفال، تنتظر عطايا كثيرة. كانوا يظنون يوم فرح. المماليك دخلوا بكل فخر، لا يعرفون ماذا ينتظرهم في الممر الضيق. أتى بعد الأكل. كان حفل عظيم، الطعام، شراب، الموسيقى التي يعزفها الموسيقيون. أما كان يعرف مماليك أن هذه اللحظات السعيدة هتكون آخر للحظات في الحياة. وبعد انتهاء حفل حان لحظة وداع الجيش. طارت ألف حمامه علامة لتوديع الجيش داخل الممر ضيق. في الأمام طوسون باشا قائد الجيش، ووراه جنود البان، وخلفهم المماليك بقيادة خورشيد باشا. وداول طلقة صالح كوش وقفل باب عزاب، ولتف جيش طوسون باشا
وصوبوا البنادق في وجه مماليك، وخرج جنود الأزغل من سكناتهم وأطلقوا النيران على مماليك، وبدأت المذبحة. خلال المجزرة بعضهم حاول الهروب. سليمان بك استجار بالحرم، قال: أنا في عرض الحرم، هذا عرف سائد في القصر يكون في أمان كل من استجار بحرم النساء، ولكن هذا اليوم لا أعراف ولا أصول، فدخلوا جنودي وراء سليمان بك في الحرم وقتلوه. حاز الدماء غطت أرض. في الخارج الناس كانت تنتظر العطايا، سمعوا أصوات رصاص وصراخ، أيقنوا أن هذا ليس حفلا، هربوا في كل اتجاه. تحول اليوم إلى رعب. أما أنا كنت أسمع كل شيء، لكن كان لازم أتحمل. واحد فقط نجا من القلعة، أمين بك. جاء متأخر عن الحفل، وبمجرد دخوله القلعة سمع أصوات استغاثة مماليك، أسرع وقفز بحصانه من فوق السور في جبل مقطم. معجزة، لكن الأمر لم يتوقف هنا. أنا أمرت الجنود أن يخرجوا ويقتلوا جميع المماليك الذين لم يحضروا الحفل في كل مكان في مصر. كان لازم تنظيف كامل. هذا كان ثمن السيطرة. الدم كان صعبا على الجميع، حتى أقرب الناس لي، زوجتي أمينة هانم. صعقت عندما عرف وشاف. الدم كان حنون جدا واحد، فالمنظر كان بشع جدا عليه. بكي كتير وغضب بشدة بسبب هذا المنظر والدماء. هي تقول لي: هذا ظلم يا باشا، لكن أنا كنت أقول: هذا الزمن هو الظالم يا أمينة. هذا كان ثمن مصر. بعد هذا اليوم أنا بنيت مصر، أرسلت الجيش للحجاز ونجحنا. بس أمينه هانم لم تصفا لي أبدا بعد هذا اليوم المشؤوم، وكانت تقول لي: أنت فقدتني في هذا اليوم. أنا محمد علي باشا بنيت دولة من فوضى. دماء المماليك هي أساس هذا البناء. هل كنت أستطيع أن أفعلها بطريقة أخرى؟ ربما، لكن الوقت والتهديد لم ينتظرا. التاريخ يذكرني: والي وبان وقاتل. أنا أخذت كل شيء بيدي. هذه قصتي، قصة الدم والنار وقصة البناء. يا ناس، أنتم الحكم. هل أخطأت أم أنقذت مصر؟ كان زمان، يا زمان.